السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض كيكه على طريقه مامتي ومامتك، الكيكه العاديه اللي ما فيهاش اي فزلكه، بسيطه خالص وهتاخد مننا يا دوبك 10 دقايق. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل كل شيء اعمل لنا لايك بقى يا صديقي، عشان عايزين نوصل الفيديو لاعلى لايكات معانا. بص طالعه جميله ازاي وهشه، والله العظيم فعلا طعمها جميل جدا جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصي بقى، انا عايزك تركزي معايا كويس قوي عشان تخلصي الفيديو وتقومي تعملي الكيكه الجميله ديت. في الخلاط حطينا 3 بيضات، الموضوع سهل خالص. وبعد كده هنحط كيس فانيليا، وبعد كده يا معلم هنحط كوبايه سكر ونص كوبايه زيت وكوبايه لبن. والله العظيم مفيش اسهل من كده. عايز اقولك اصلا انت كده خلصت 50% من الكيكه كلها. يعني الموضوع سهل خالص، مش هتاخد منك وقت زي ما انت متخيل. هننزل بمعلقة خل كبيرة، وبعد كده هنشغل الخلاط يا دوبك دقيقتين 3، وهيبقى الخليط جاهز معانا يا معلم. وزي ما قلت لك كده بالظبط، يا دوبك دقيقتين 3 هيبقى معانا الخليط بالشكل الجميل زي ما حضرتك شايفه كده. بعد كده جبنا بوله وهننزل بكوبايتين دقيق، يا ريت يكون الدقيق مخصص للكيك، هيفرق معاكي جامد جدا في الكيكه بتاعتنا. وبعد كده هنستخدم كيس من اللي هو الكيك شيف. هننزل بالدقيق في منخل او اي شيء بحيث اللي هو بس ما يعملش معانا تكتلات. وهننزل بكوبايتين، وبعد كده هننزل بالكيك شيف اللي معانا. وهننزل يا دوبك بنص معلقة ملح صغيرة، وهنقلب كله مع بعضه. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا واحدة واحدة، هنفضل نقلب علشان بس الدقيق ما يعملش اي تكتلات معانا، على مهلك خالص. وهنفضل نقلب كده لحد لما ننزل الكمية كلها اللي معانا. وكده يا معلم خلاص الكيكة بقت جاهزة. هنقلب كويس لحد لما الخليط يتجانس مع الدقيق، لحد ما يبقاش فيه اي اثر للدقيق في البولة بتاعتنا. يبقى احنا كده خلاص الكيكة بقت جاهزة معانا. كده خلاص بقى كله تمام والدنيا زي الفل. جبنا صينية مناسبة للكمية اللي معانا ودهناها سمنة، وهننزل بكل الخليط اللي احنا عملناه. وبعد كده بقى يا معلم هنديها خبطتين عشان نطلع اي هوا موجود معانا في الكيكة الجميلة. واحنا بقى شغالين كده، اوعي تنسي ان انت تكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180 وتخليه يبقى جاهز. وبعد كده ندخل الكيكه بتاعتنا الجميله على درجه حراره 180 نص ساعه، وابتدي افتحي عليها مش قبل نص ساعه، علشان لو فتحنا عليها قبل نص ساعه مش هتطلع معانا بالشكل الجميل ولا هتطلع معانا هشه كده واخده الحجم المناسب للكيكه بتاعتنا. وبعد كده بقى يا معلم سيبناها تبرد وقطعناها بالشكل اللي انت شايفه والله طالعة اخر جمال وطعمها حكاية. اتمنى ان الكل يجربها. ولو حابين ان احنا نتعلم مع بعض اي اكلة اكتبها لنا في الكومنتات واحنا نتعلمها مع بعض ونعملها الفيديو اللي جاي على طول. سلام.